السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض كده زي ما انتوا شايفين الفطير المشلتت باسهل وابسط طريقة ليه. طبعا انا جربت طرق كتير جدا جدا، اكتر طريقة نجحت معايا هي الطريقة دي، وان شاء الله يا رب تجربوها وتعجبكم. وكمان هنعمل الزبدة البلدي في البيت. يلا بقى، لو عندك شوية قشطة محوشاهم من وش اللبن وحطاهم عندك في الفريزر، طلعيهم كده من قبلها بيوم وسيبيهم يفكوا تماما في التلاجة. واهم حاجة ما تطلعهاش بره التلاجة عشان تكون ساقعة. وتعالي هنعمل بيهم احلى زبدة بلدي في البيت. عندي هنا القشطه بتاعت وش اللبن، حطيتها في حله العجان عندي. ولو ما عندكيش عجان، بطريقه سهله وبسيطه ممكن بالمضرب الكهربائي، او تحطيها في بوله وتنزلي عليها كده بايدك، تفضلي تلفي فيها بايدك لغايه لما هتفصل معاكي بكل سهوله ان شاء الله. تمام، نزلتها كده وبدأت ان انا اضرب فيها على اعلى سرعة عندي في العجان عشان تفصل معايا. في الاول تحولت كده كأنها كريمة، بعدين هتبتدي تفصل معايا كده زي ما انتوا شايفين. لما هنيجي نضرب هي هنا بدأت تفصل معايا زي ما انتوا شايفين كده، فصلت الشرش بتاعها عن الزبدة. حاولت اقرب لكم الكاميرا عشان تشوفوها كويس. هديت طبعا العجان شوية عشان خاطر ما يبهدليش الدنيا كده. زي ما انتوا شايفين الزبدة كانت بقت في حتة والشرش بقى في حتة كده، ما شاء الله اللهم بارك. الزبدة معايا طلعت زي ما انتوا شايفين. هجيب بقى عندي بولة فيها مية ساقعة متلجة. تمام، وهبتدي ان انا اطلع الزبدة بتاعتي من الشرش اللي نزل منها، واصفيها منه كويس قوي قوي، واكورها كده بايدي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعدين انزلها في بولة المية الساقعة. لازم طبعا مية عشان او مية ساقعة. اولا المية الساقعة عشان الزبدة ما تفكش معايا. ثانيا لازم اغسل الزبدة بتاعتي او اشطفها من مكان الشرش بتاعها، عشان لو شلتها بالشرش بتاعها لو قعدت فترة طويلة عندي هتمرر. تمام، فلازم اشطفها كويس قوي من الشرش بتاعها زي ما انتوا شايفين كده معايا. الشرش بقى اللي نزل من الزبدة ده او الخض زي ما بعض الناس بتقول، مش هنرميه طبعا، هنحطه في كيس او في علبة ونشيله في الفريزر، وهنستخدمه في المعجنات. حلو جدا في الرقاق الطري او القرص الطرية، بيبقى طعمه حلو قوي فيهم ان احنا نعجن بيه المخبوزات بتاعتنا. هنا كورة الزبدة زي ما انتوا شايفين كده اتجمعت كلها على بعض. تمام، صفيت طبعا المية خالص وسبتها هنا، والشرش اهو. هبتدي بقى اقسم كمية الزبدة بتاعتي. هنا هشيل حوالي 300 جرام للفطير، وباقي الكمية هحطها في علبة واحفظها في الفريزر مش في التلاجة عشان ما تخسرش معايا وتبوظ. هاجي بقى هنا للفطير بتاعي. عندي هنا لعجينة الفطير كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات، اهم حاجة يكون دقيق قوي عشان ما يتقطعش معايا. عندي كمان معلقة كبيرة من السكر ومعلقة صغيرة من الملح. هقلبهم في حوالي 3 كوبايات معيارية من المية. تمام، وهنزل بيهم طبعا بالتدريج على كمية الدقيق بتاعتي لغاية لما العجينة بتاعتي تلم كده زي ما انتوا شايفين. انا هنا عايزة عجينة طرية، وممكن يكون فيها تلزيقة بسيطة جدا جدا جدا، مش تلزيقة كتيرة يعني. تمام، هنا ابتديت اجمع العجينة بتاعتي وزي ما انتوا شايفين بقت كده ناعمة. تمام، زي ما انتوا شايفين كده معايا، ومش بتلزق تلزيق جامد، يعني تلزيقة خفيفة جدا جدا لا تذكر. هسيبها بقى في حلة العجان بتاعتي واسيبها ترتاح حوالي نص ساعة او ساعة. تمام، ممكن برا التلاجة وممكن في التلاجة زي ما تحبي. هنا بقى بعد ما ارتاحت العجينة معايا، تمام، هدي الرخامة بتاعتي رشة كده محترمة من الدقيق، وابتدي افرد العجينة بتاعتي زي ما انتوا شايفين. زي ما انتوا شايفين كده العجينة مرنة جدا تحت ايدي. تمام، وهتتفرد معايا كده زي ما انتوا شايفين بكل سهولة. هفردها هنا الى حد ما على شكل مستطيل. تمام، زي ما انتوا شايفين كده معايا. بالسمك طبعا ما نحاولش نفردها قوي قوي، يعني سمك وسط، لا هي رفيعة قوي ولا هي خفيفة أو عفوا سميكة قوي. تمام، فردت كده العجينة زي ما انتوا شايفين.
زي ما انتوا شايفين كده معايا. هبتدي بقى افرد عليها طبقة من الزبدة. مش هحط ال 300 جرام كلهم، يعني هحط حوالي 250 جرام بس على العجينة هنا هفردها، وهبقي 50 جرام هشتغل بيهم برضو في الفطير زي ما هتشوفوا معايا. طبعا الزبدة هنا كانت معايا طرية جدا وبدرجة حرارة المطبخ، لازم تبقى زي ايه المرهم كده تحت ايدي. بعد ما هفرد على السطح كله بتاع العجين هبتدي الفها وكأنها رول سينابون معايا. تمام، عشان تعمل لي الطبقات اللي بتبقى موجودة جوه الفطير. طبعا احاول انزل الدقيق اللي موجود على سطح العجينة بس مش قوي، لان وجود الدقيق بيخليها تورقتها من جوه حلوة، مش بيبقى مضر لينا في حاجة في العجين. هجيب بقى صينية او طبق كبير مسطح كده زي ما انتوا شايفين، وهدهنه زيت كويس قوي، وهحط فيه القطعتين. انا هنا هعمل الكيلو دقيق على فطيرتين، حابة تقسميهم على 3 ممكن برضو، انا حبيت ان انا اعملهم على فطيرتين. تمام، هدهنهم طبعا، هلفها كده في الزيت، وهدهن وش العجينة زيت كويس قوي عشان ما تنشفش معايا او تشقق او تتقطع مني. بعدين هجيب كيس تلاجة وافتحه احطه على وش العجينة واريحها شوية في التلاجة، طبعا لان الدنيا حر. لو في الشتاء بسيبها بره عادي في المطبخ. تمام، سبتها حوالي نص ساعة ارتاحت معايا في التلاجة. بعدين هطلعها وهدهن الرخامة بتاعتي هنا زيت كويس قوي قوي، وابتدي بقى امد الفطيرة كده، اول فطيرة معايا. تمام، بالطريقة اللي انتوا شايفينها بايديا. حتى كنت مطلعة المردان عشان اشتغل بيها، لقيت ما شاء الله اللهم بارك العجينة مش محتاجة تماما، مديتها بايدي هنا بكل سهولة. تمام، بعد ما مديتها كده طبعا جواها الطبقات بتاعت الزبدة موجودة جواها، مديتها كده وحاولت ارفعها الى حد ما شوية. بعدين دهنت كده طبقة من الزبدة عشان تبقى معايا غنية. حابة تستغني عن الخطوة دي تقدري طبعا تستغني عنها. بعد كده طبقتها من هنا زي ما انتوا شايفين، ومن الناحية التانية، وعطيتها دهنة تاني من الزبدة. هبتدي بقى المها على بعض بحيث اعمل منها كورة كده او بقجة زي ما انتوا شايفين كده، زي ما انتوا شايفين كده معايا. تمام، هبتدي بقى احطها في صاج، وهعمل التانية بنفس الطريقة. طبعا ما حبيتش ان انا اطول عليكم الفيديو، فهنا بعد ما عملتها وسبتها ارتاحت برضو نص ساعة، هبتدي افرد. دي كانت اول واحدة عملناها مع بعض. هدهن برضو وشها بالزيت، والصاج ده مدهون برضو بالزيت. هبتدي امد بقى الفطيرة بالراحة جدا جدا عشان الوش ما يتقطعش معايا، عشان انا عايزة الفطيرة بتاعتي تقب في الفرن. همدها بقى السمك اللي انتوا عايزينه. حابة تعمليها في صينية من صواني البيتزا طبعا يعني زي ما انت عايزة، بس انا هنا حبيت امدها في الصاج عشان عايزاها بمقاس اكبر من صينية البيتزا. تمام، وحباها رفيعة شوية. ودي تاني فطيرة برضو على صاج بعد ما سبتها ارتاحت حوالي نص ساعة. تمام، هنا بقى كنت دخلتهم الفرن، طبعا فرن حامي جدا جدا على الرف الوسطاني، وبتدخل وبتستوي كده زي ما انتوا شايفين معايا. بعد ما بتخرج يا اما برفها في استرتش رول، يا اما لو ما عنديش بجيب كيس وكيس تلاجة، كيسين تلاجة مفتوحين، وبحطها كده واسيبها بحيث ترد وتطرى كويس قوي من حرارة الفرن. ودي كانت تاني واحدة عملتها برضو بنفس الطريقة. انا هنا ما فتحتش اي شواية، هي اتحمرت كده منها فيها. تمام، اهم حاجة النار عندك تبقى عالية جدا، وانا حطيتها عندي هنا في الرف الوسطاني. بعد بقى ما تريو، يعني قعدوا حوالي ربع ساعة كده ولا حاجة في الاكياس. بعد ما تريو زي ما انتوا شايفين كان طالع طري جدا جدا. تقدميه بقى جنب عسل او جبنة قديمة زي ما تحبي. يا رب وصفتي النهاردة تكون عجبتكم. بحبكم جدا جدا في الله. مع السلامة.